ابنك مدمن موبايل، خايفة على تركيز ابنك. كلنا بنخاف من اللحظة اللي ابننا بيسرح فيها قدام الشاشة، بس ايه رأيك لو قلت لك ان المشكلة مش في التكنولوجيا، المشكلة في الطريقة. البرمجة اللي العالم كله بيتكلم عليها النهاردة هي الحل لكل المشاكل دي، بس مش بالطريقة اللي حضرتك متخيلاها. اكبر غلطة بنقع فيها اننا بنستنى لما اولادنا يكبروا عشان نبدأ نعلمهم تكنولوجيا، فنلاقيهم بقوا مستهلكين مش مبدعين. البرمجة يا ست الكل هي منطق، والمنطق بيتبني بالورقة والقلم مش بالزراير. وطفلك في السن من 4 ل 7 سنوات بيبقى عنده طاقة ذكاء جبارة، بس للأسف الشاشات بتموتها. والبرمجة زي ما قلنا مش كود على شاشة، البرمجة هي تفكير وإبداع. والنهارده أنا جايب لك الحل اللي هيرجع لابنك مهاراته بالورقة والقلم. كتاب مغامرات المبرمج الصغير عبارة عن تحدي 5 أيام لتعلم أساسيات البرمجة من غير شاشات. 50 نشاط عملي بيعلموه يعني إيه خوارزميات، إزاي يكتشف الأخطاء ويصلحها، إزاي يستجيب للأحداث اللي حواليه، إزاي يحل مشاكله بنفسه، وازاي يفكر زي المهندسين. كل ده من غير ما يلمس شاشه واحده. ده مش كتاب تلوين، ده كورس هندسه برمجيات متفصل لسن ابنك او بنتك. الكتاب كمان معاه كورس كامل ليكي كأم عشان يمشي معاكي خطوه خطوه، وكمان شهاده تقدير لبطلنا الصغير بعد ما يخلص الكتاب. انا مستر بشوي تاج، مهندس برمجيات ومدرب برمجه للاطفال. مفيش احلى من انك تشوفي ابنك بيبني مستقبله وهو بعيد عن الشاشات. ارجوكي استثمري في ذكاء ابنك النهارده وعلميه مهارات هتعيش معاه العمر كله. ابنك مبرمج بالفطره، بس محتاج اللي يوجهه. سيب لنا كومنت او ابعت لنا رساله دلوقتي واحنا نبعت لك كل التفاصيل.